تاريخ الوداد البيضاوي. السلام عليكم عشاق كرة القدم. قبل كل شيء المرجو الاشتراك في قناة كرة لايف فضلا وليس أمرا، والضغط على زر لايك وتعليق يحفزنا. يعتبر نادي الوداد الرياضي من أهم الأندية المغربية لكرة القدم. تم تأسيسه في 8 ماي 37 900 وألف على يد الحاج محمد بن جلول التومي والحاج الدكتور عبد اللطيف بن جلول التويمي والأب جيكو بن الحسن، وقد أسس بدوافع وطنية حيث كان مكونا من لاعبين مغاربة إبان فترة الحماية بالمغرب، وكان رمزا من رموز المقاومة. هل كنتم تعلمون هذا؟ شاركونا في التعليقات. كم عدد البطولات التي حققها الوداد البيضاوي في جميع المنافسات؟ نجح الوداد البيضاوي في حسم الدوري المغربي لعدة مرات، فالوداد البيضاوي هو الأكثر تتويجا بالدوري المغربي برصيد 22 لقبا، تاركا الرجاء البيضاوي والجيش الملكي أقرب منافسيه ب10 ألقاب. كما فاز بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات وحقق الوصافة مرتين، وهو حامل للقب النسخة الأخيرة بعد تفوقه على الأهلي المصري بنتيجة 2-0. الوداد البيضاوي يتخطى الأهلي والترجي منفردا برقم قياسي إفريقي. تأهل الوداد البيضاوي المغربي للمرة الخامسة على التوالي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بفوزه على ضيفه سيمبا، وبذلك انفرد الوداد برقم قياسي لعدة مرات، حيث يعد الوداد البيضاوي متأهلا إلى النصف النهائي 7 مرات في آخر 9 نسخ، التي توج خلالها مرتين باللقب في عام 2017 وعام 2022. فهل يتكرر هذا الموقف هذا الموسم؟ شاركونا في التعليقات.